آيتين في القرآن الكريم يقال أنهما لو قرئتا على جمل مقيد لفك من عقاله. الآية في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى تأبى حكمته وعدله ورحمته ولطفه أن يكون خلقه للناس عبثا، بل قضى بأن يكون هنالك يوم يرجع فيه الخلائق جميعا إليه سبحانه ليحق الحق ويبطل الباطل. من ذا الذي يظن أنه سينجو من الحساب والجزاء؟ الآية الثانية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وسبب نزول الآية أنه كان النظر يشتد من الكفار حال سماعهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، بل إنهم أي قريش سألوا رجلا من بني أسد اشتهر بأنه شديد العين، وسألوه أن يصيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، فأجابهم لذلك، فعصم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم مما أراد به المشركون من محوه وإيذائه بالعين أو غيرها.